يعني ايه استقلاليه، ويعني ايه حد مستقل، ويعني ايه كل الكلام اللي الناس كلها بتقعد تتكلم فيه ويقول لك اصل ده انسان مستقل، واصل دي حاجه حصلت، واصل مش عارف ايه، وعلى فكره سيبي البيت وروحي اهربي، وسيبي البيت وروح عيش لوحدك عشان تبقى انسان مستقل وتبقى الدنيا كلها تمام. اول حاجه الاستقلاليه بتبدا من فكره الحريه، ان انت انسان تملك حريتك. مفيش حد طبعا عنده الحريه المطلقه، لان احنا ليميتد، كل الناس ليميتد وكلنا عندنا حدود وعندنا حاجات محدده. بس الحريه اللي انا بتكلم فيها ان انت عندك حريه ان انت تاخد قرار، عندك حريه ان انت تقدر تعيش في وسط مجتمع، في وسط بيت، في وسط كل حاجة انت قادر تملك قرارك، انت قادر تملك ان الحاجة اللي انت عايش فيها تعيشها ازاي. فمن هنا بتبدأ الاستقلالية بتبدأ لما انت تعرف تغسل الطبق اللي انت بتاكل فيه، لما انت بتعرف ان انت تطبخ، لما انت بتعرف ان انت تعمل الاكل بتاعك، لما انت بتعرف ترتب سريرك. بتبدأ من كل الحاجات الصغيرة جدا اللي انت بتبدأ تعملها. ممكن تكون عايش لوحدك بس انت انسان مش اندبندنت خالص، انت انسان معتمد على الاخرين، دايما شخص اعتمادي، دايما عايز حد يغسل لك هدومك، دايما عايز حد ياكلك، دايما عايز حد يجيب لك الفلوس لحد عندك. فانت كده لا تملك الاستقلاليه بربع جنيه حتى. ففكره ان يكون في انسان مستقل، الانسان المستقل دايما هو الانسان اللي بايس، اللي معتمد على نفسه 100%، هو اللي قادر يعمل كل حاجه. ممكن تكون في وسط كوميونتي كبير قوي، ممكن تكون في بيت مليان 100 بني ادم، ومن هنا بتيجي ان انت تبقى ان انت انسان مستقل. بتبقى انت في استقلاليه تامه. ليه؟ لان انت تملك نفسك. مش تملك نفسك بالمعنى هو لا نملك انفسنا كلنا، بس انا اقصد ان انت بتملك قرارك، بتملك اختيارك، عندك استقلاليه محدده. ففكره ان انت تكون انسان مستقل، خد بعضك وروح اجري، دي فكره ملهاش 30 لازمه، هي بس بتعمل بوم على السوشيال ميديا، بس في الحقيقه هي ملهاش يعني اي حاجه محدده. فازاي تكون انسان مستقل؟ اول حاجه راقب افكارك، اعرف الافكار بتاعتك جايه منين، تبقى انت المتحكم الاساسي في افكارك، تبقى انت المتحكم الاساسي في الايموشنال بتاعتك، ما بتعتمدش على حد في مشاعرك، ما بتعتمدش على حد في ارائك، ما بتعتمدش على حد في اي شيء انت ممكن تكون بتشوفه. فلما بتبدا ان انت تكون عارف تقرر قرار، عارف ان انت تعمل حاجه، عارف ان انت كل الكلام ده، فمن هنا بتبدا استقلاليتك، بتبدا ان انت تعرف انت عايز تعمل ايه وخلاص، وماشي في طريق محدد. فهنا احنا نقدر نقول لك الف مبروك، يو ار اندبندنت، انت انسان مستقل، انت انسان تملك من الاستقلاليه شيء كبير قوي. غير كده كله كنافه وبلح خالص جدا يعني، ومش هتلاقي اي حاجه. بس ثانك يو.